مسلسل أشغال شقة مكون من 15 حلقة، وبالنسبة لي من أفضل التجارب الكوميدية في آخر 5 سنين، ومن المسلسلات اللي استمتعت بيها جدا في الموسم الرمضاني. وبعتذر جدا عن التأخير الفترة اللي فاتت. السيناريو لخالد دياب وشيرين دياب رائع ومتماسك، قدر يحافظ على الكوميديا طول المسلسل، وتصميم المواقف والحوارات اللي بتدور بين الشخصيات بتضحك بطريقة رهيبة، لدرجة إني كان وحشني النوع ده جدا، وبقالي فترة ما ضحكتش بالطريقة دي. ومشاهد كتير هتلاقي نفسك فاكرها وحبيتها، زي مشهد الكبدة في الحلقة السابعة، أو مشهد الشخص اللي كان بيتوضى في الحلقة التانية، وغيرها كتير. بس مسلسلنا هدفه مش ضحك بحت، لا هو كمان بيدمجها في إطار اجتماعي ورسائل مهمة، زي تحمل المسؤولية في العلاقة الزوجية، والمشاكل بين أهالي الطرفين، والاستسهال فيها ممكن يؤدي لإيه في الآخر. وده نجح جدا في تقديمه. يمكن مشكلتي مع المسلسل إن الإيقاع في آخر 5 حلقات مش بنفس العشرة الأوائل، وده مش معناه إنها مملة، بس الواحد سقف توقعاته كان بيعلى. بس الحلقة الأخيرة كانت بالمستوى المطلوب وضحكتني جدا. الأداء التمثيلي بشكل عام ممتاز، هشام ماجد قدم واحد من أفضل أدواره ونقطة فارقة في مشواره، ونفس الكلام على أسماء جلال اللي عدت كل توقعاتي، وحقيقي دمها خفيف جدا ودور جديد ويكاد يكون الأفضل ليها. أما مصطفى غريب فهو قدم دور عمره، وأثبت إنه لسه عنده كتير يقدمه. شيرين رائعة وأفضل أدوارها من فترة طويلة. محمد عبد العظيم جيد جدا. وطبعا لازم اذكر روعة توظيف ضيوف الشرف، والافضل هما الثلاثي انتصار وامان السيد والقديرة انعام سالوسة، وحرفيا مشاهدهم كنت بضحك فيها من قلبي. الباقي جيدين جدا كذلك. الاخراج لخالد دياب جيد جدا، سواء في ادارة المشاهد او الاهتمام بالتفاصيل واختيار اماكن التصوير والديكور. تقييمي النهائي 8.5 من 10.